هذه الوصفة للناس اللي تبغي sucré salé بسطيلة بالدجاج. شوفي كيفاش تجي معسلة وبنينة بنينة وسهلة التحضير. تقدري ترافقيها مع اون سوب ولا الحريرة، تحضريها لضيافك هكا تحمري بها وجهك، ولا تحبي تخبيها للشهر الفضيل. وصفة تستحق التجربة، وصفة من المغرب الشقيق. للمقادير وكيفية التحضير نتمنى أنكم تكملوا الفيديو للآخر وتستفادوا، وما تنساوش الاشتراك والضغط على زر اللايك. هنا درنا 2 كيلو نتاع البصل، 2 كيلو نتاع الدجاج، وكيلو نتاع اللوز يكون منقي ومنحي القشور. لي زيبيس هنا رانا دايرين الملح، الكركم، والزعفران تاع الشعرة، الحرور، والقرفة عود. هنا درنا مغرف نتاع السمن، كاس إلا ربع زيت، كاس إلا ربع سكر غلاس، وشوية نتاع العسل. وهنا درنا لا بات فيلو، وتقدروا تستخدموا ثانيك الديول، يعني هي على باس تخدم بالديول. هنا المرحلة الأولى لازم نقليو اللوز. نوه باللي لازم يكون بارد في بارد، يعني الزيت لازم تكون باردة، ونحطو المقلة نتاعنا ابتي فو، يعني نخلو النار هادية باش يحمر لنا اللوز. في الجانب الآخر جبنا لا كوكوت وحطينا فيها الدجاج نتاعنا. راكم عارفين انه الدجاج ولا اللحم على قد ما تعطيله الوقت في القليان، على قد ما تجي البنة ما شاء الله، ومع التحريك المستمر باش هكا ما يلصقلناش في قاع تاع لا كوكوط. هنا زدنا المغرف نتاع السمن، راح نزيد الكاس نتاع الزيت. للأمانة أنا هذه الوصفة حضروها لي في الدار، لأني البارح جيت لدارنا عند ماما، حضرتها مرت خويا وأختي وخواتاتي. دونك نتمنى يعطيكم، نقول لهم يعطيكم الصحة، وحبيت أنهم نشارككم الوصفة، يعني بالتفصيل الممل كما يقولوا. احنا كيفكم تشوفوا الدجاج بدا يدخلوا الطياب. هنا اللوز نتاعنا شوفوا اللون المطلوب، يعني ما لازمش يكون احمر بزاف وما لازمش يكون بيض. نصفوه من الزيت ونحطوه هنايا سوبانا هكا باش يجبد الزيت الزايد، وهكا حتى نكملوا الكميه نتاع اللوز. هنا نورمالمون داروها على 3 دفعات. هنا جبنا لي زيبيس تاعنا كيما نقول لكم كل يوم، ما لازمش لي زيبيس تحطوهم في القاع تاع لا كوكوت ولا المرميطه تاعكم، سورتو الا كانت سخونه، لانه يتحرقوا بالخف به يتحرقوا. واذا تحرقوا لكم لي زيبيس فالطياب تاعكم راح يقراص ويعطي لكم مروريه. وهنا مع التقليب المستمر باش الدجاج يتنسم بكامل هذوك لي زيبيس اللي حطيناهم. كما شفتوا ما كثرناش لي زيبيس باش تبان بنة اللحم، بنة الدجاج والبصل. هنا نجيبوا البصل نتاعنا ونحطوه كامل ونغطيو عليه لا كوكوط هكا، باش من المعروف انه البصل معمر ما هكا يطلق الماء نتاعو. في هذا الوصفه ما زادوش نقطه نتاع الماء، خلاو البصل هو اللي يطلق الماء تاعو، وغلقوا لا كوكوط هكا مدة 20 دقيقة باش الدجاج نتاعنا يكون طايب وما يكونش ناقص طياب. هكا نغطوا لا كوكوط ونغلقوا عليها ونخلوها 20 دقيقة. وهنا نكملوا الكمية تاع اللوز نحمروه كامل. هنا كما راكم تشوفوا قبل ما نغلقوا لا كوكوط راهي البصل تاعنا ذبال، نخلطوا الكمية تاعنا مليح ومن بعد نغلقوا لها كما قلنا 20 دقيقة. سمحوا لي على الغياب نتاعي، كانت عندي وفاة، الله يرحم موتانا وموتى المسلمين. وهنايا رانا كملنا الكمية نتاع اللوز. وهنا بعد ما فتحنا على لا كوكوت بعد ما فاتوا 20 دقيقة كم تشوفوا البصل اطلق كامل الماء تاعو. وهنا لازم نجبد كامل الدجاج اللي عندي. هنايا راهم كامل لي فاكونس، الناس كامله تروح لديورهم. انا حتى البارح جيت لعند لدارنا، فيعرفوني نحب هذه الوصفه، داروها لي يعطيهم الصحه. وتانيك ميرسي يا مانيس اللي صورت لا فيديو. وانا هنايا راني ندير غير المونتاج، نجبد كامل لا كونتيتي نتاع اللحم نخليها ديك لاصوص فوق النار. للامانه قبل باسكو كاين دي زيتاب اللي راحوا لي، ندي كونتيتي تاع لاصوص هذه نصفيها ونخليها بتجيه و
ومن بعد نسحقها. نقول لكم المرحلة الثانية. هنايا شفتوا بعد ما خليتها تشرب وديت الكونتيتي تاع الماء، نجيب ندير لها كاس الا ربع نتاع السكر، حنا باش تتسكر لي، ونخلطها نخلطها باسكو لو كان ما نخلطهاش السكر هذاك يطيح كامل في القاع ويتكرمل وتخسر لي الوصفه. هنايا هذا المقطع راح تعاود لي دو فوا، ما على باليش علاه، بصح حلفت ما نحياش وكنت من بعد نخبر حباباتي باللي المقطع برك اللي تعاود درت غير كاس الا ربع نتاع السكر، ومع التحريك المستمر هكا قلت لكم باش ما يشيطلناش السكر وتخسر الوصفه. عفوا. هنايا ثاني نحي شويه من هذيك المرقه اللي تكون مسكره، ونخلي غير هذاك البصل كيما راكم تشوفوا بعد ما صفيت هذيك المرقه على حسب ما قلت، نخلي غير هذاك البصل ونجيب البيض. سمحوا لي في المقادير نسيت ما قلتش، حوالي 5 حبات بيض كبار، ونجيبهم البصل هذاك، وكل ما ندير شويه نتاع البيض نبدا نخلط هكا باش نضمن باللي البيض ما يلصقليش في القاع نتاع لا كوكوت وتخسر لي الوصفه. يعني كل ما ندير البيض نخلط، ولازم تكون يدك خفيفه هكا باش ما تلصقلكش في القاع ولا تلصق لك في لي بوردور. هذا هو القوام المطلوب. يعني بعد ما طاب البيض والبصل هذاك طاب، صدقوني نجربوا هذه الوصفه راح تكون بنينه، يعني ما تصدقوهاش. هنايا رانا دايرين اللوز، رانا نزيدو نحو في كميه الزيت الزايده عفوا، وهنا نجيبو لاشواغ باش نرحوه. يعني اللوز كي يكون كي نرحوه ما لازمش يكون فرينه، يكون يعني متوسط، يعني كي تاكليه تستبني بلا كي تاكلي في اللوز. هنايا نجيبو كميه نتاع اللوز نديرو لها كاس الا ربع نتاع سكر غلاس، ومغرف كبيره نتاع السول وشويه قرفه ونخلطوهم حتى يتجانس لنا الخليط. هنايا نحب نخدم باليد، انا من لي فان اللي يخدموا باليد لانه البنه كامل تجي في اليد. هنايا نجيبوا البلا تاعنا ونجيبوا الورق هذوك تاع الفيلو نستفوهم، وبين ورقه وورقه نحطوا السمن ولا الزبده ذايبه يعني عدد الطبقات يرجع لكم انتوما. كاين اللي يحب طبقات خشينه، وكاين اللي يحب شويه. هنايا الامانه راهم دايرين واحد 6 ولا 7 طبقات. هنا رانا جبنا الدجاج نتاعنا وشويه من هذاك البصل والماء، هذاك الماء تاع الدجاج رانا نخلطوهم مع بعض ومع هذاك البصل كامل. نجيبوه ونحطوهم نديرو الطبقه الاولى كشغل راكم ديروا في البقلاوه، يعني خدمتها كيما خدمه البقلاوه. للامانه كانوا دايرين حبيبات انديفيدويال، ولكن انا ما كانش عندي الوقت باش نصورهم، ما صورتهم لكمش، صورت لكم غير هذه اللي درناها زعما كونتيتي كبيره. كيما راكم تشوفوا هاي ليك الطبقه الاولى رانا درناها. نجيبوا الطبقة الثانية اللي هي البصل هذاك اللي زدنا له البصل اللي زدنا له البيض، نزيدوه كطبقة ثانية كما راكم تشوفوا. نفوتوها على كامل السطح، نسيو باش نديرو كامل لا كونتيتي تجي كيف كيف. بالجهة الاخرى نجيبوا اللوز، هذاك اللوز نتاعنا ونزيدوه طبقة ثالثة كيما راكم تشوفوا هنايا. تبعوا الوصفة ايتاب باغ ايتاب وراح تنجحوا فيها اكيد من اول مرة، وصدقوني راح تكون نتيجة مرضية لانها وصفة بنينة ما شاء الله. والبسطيلة معروفة يعني مخدومة بلا فيونداج، مخدومة بلي كروفيت، مخدومة بالدجاج. هذه الخطرة درناها لكم بالدجاج، مرة اخرى ان شاء الله راح نزيد لكم انواع اخرى من البسطيلة. هنا راح نزيد لها شويه العسل اللي كنت نقول لكم، يعني هكا شدوا مغروف ولا عفسه وسيو ديروها على السطح، يعني ماشي شرط لازم السطح كامل يتعمر بالعسل. هنايا رانا جبنا لا باتا فيلو ونسيو نغلقوهم، هذوك اللي خليناهم كامل على الجوانب راح كامل نرجعوهم. وبين طبقة وطبقة أكيد راح نديرو الزبدة. يعني هاد الناس هاد لي زيتاب الناس اللي تعرف دير البقلاوة ولا موالفة دير البقلاوة ما حش تجيها صعبة. كيما راني نقول تجيبوا السمن والزيت هذاك اللي كنتو ذيبينو وذوبتوه عفوا وتقيتالوه.
هي وصفة دسمة، الناس اللي دير الريجيم ما راحش تاكلها. هنا دخلتها للفور، خليناها واحد ابوبخي 1 اور ولا 45 دقيقة، سا ديبون الفور تاعك. رانا هنا نص خلينا نص زوقناه باللوز ونص زوقناه بالسكر كلاص. نتمنى انه الوصفه تنال الاعجاب تاعكم وتجربوها وتكتبوا لي في لي كومونتير النتائج تاعكم. وما تنساوش فضلا وليس امرا، ما كنتش باغيين تشتركوا في القناه ولا تضغطوا زر اللايك، قولوا لي وعلاه. الى ذلكم الحين، سلام ورحمه الله تعالى وبركاته.